هنعمل مع بعض فيديو مختلف ومميز عن القطايف. طبعا القطايف من الحلويات اللي بيتم تقديمها في شهر رمضان، بتتعمل بطرق مختلفة كتير. ممكن تتعمل بالمكسرات، ممكن تتعمل بالشوكولاتة، ممكن تتعمل بالقشطة، أو ممكن برضه تتعمل بالكريمة والشوكولاتة. أنواع كتير هنتكلم مع بعض وهنحكي ازاي ممكن نعملها وازاي نطلعها بأشكال مختلفة كتير. هنعملها بطرق تعجب ولادنا وتعجبنا احنا كمان، وتبقى حاجة مختلفة تماما عن بقية الوصفات اللي شفتها قبل كده. طبعا قبل ما نبدأ في الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك وشير واشتراك لو عجبك الفيديو. هنا هنحتاج معانا بيكنج باودر وفانيليا وخميرة، سنة من الملح وزيت ودقيق ومية. هننزل في الخلاط بتاعنا بكوبايتين وأربع معالق من المية، كوبايتين أربع معالق من المية، وننزل عليهم بخمس معالق من السكر ومعلقة من الخميرة، وننزل معاهم باكو من الفانيليا. وهنا هناخد معانا حوالي معلقة صغيرة من بيكنج باودر، أي نوع بيكنج باودر. أنا هنا بستخدم بيكنج باودر نوع ممتاز شوية، أي نوع بيكنج باودر يمشي معانا عادي. وهنا هنقلبه مع الدقيق البيكنج باودر. هنا هندوب طبعا السكر مع المية مع الحاجة بتاعتي الأول السايلة، وبعد كده هحضر معايا الدقيق بالبيكنج باودر وأخلي الزيت معايا للآخر. هنزل بالدقيق بتاعي في الخلاط. أهم حاجة العجينة بتاعتي تطلع معايا ناعمة عشان تطلع معايا القوام اللي أنا عايزه، وميبقاش في أي تكتلات في العجينة خالص. يبقى احنا بنقول كوبايتين المية هنحتاج عليهم. هنا طبعا هنضيف الزيت وكمان نضرب الخلاط كمان خلطة. هنحتاج كوبايتين مية، هيحتاجوا معانا دقيق، كوبايتين من الدقيق وأربع معالق كبار من المية بس. والكوباية تحتاج معانا كوباية ومعلقتين من المية. هنا طبعا بعد ما عملت الخلطة بتاعتي هدهن دهنة زيت صغيرة كده، هي أول مرة بس بدهن فيها زيت دهنة صغيرة، وبعد كده معدش هدهنه تاني. أي حاجة معيارية ممكن أستخدمها. معظم الناس بتشتغل العجينة بتاعة القطايف كوباية المية عليها كوباية دقيق، ولكن أول ما تنزل بالحاجة بتاعتك السايلة في الزيت اللي هي العجينة بتاعتك مش هتفرش زي ما أنت عايز، تبقى سميكة شوية أو تقيلة شوية. فأنا بفضل على كل كوباية معلقتين من المية زيادة، عشان أول ما تنزل العجينة كده تبص تلاقيها فرشت معاك زي ما أنت عايز. وهنا طبعا العجينة أول ما تدي معايا اللون ده والمسامات تتفتح معايا كده أبدأ أطلعها. طبعا مش هقلبها على الجنب التاني عشان لما أجي أقفلها تتقفل معايا، لأنها طبعا كده كده هتنزل في الزيت، وهي كده يعتبر استوت معايا مش مستوتش. هنا طبعا أنا معايا حاجة معيارية بشتغل بيها بحيث إن أنا أطلع القطع كلها قد بعضها. شايفين اللون التحفة ده؟ شايفين شكل العجينة عامل إزاي؟ أحسن من اللي بتشتغل من بره، ولكن المقادير هي أهم حاجة. هنا طبعا بعد ما خلصتهم أنا طبعا كنت بحط في فوطة بغطي فوطة تانية، بس هنا كشفت بعد ما خلصت الكمية عشان أوريها لكم وأوريكم قد إيه أنا عملت كمية كبيرة من كوبايتين الدقيق. إن شاء الله كمية كبيرة. وفاضل عندي على فكرة والله لسه عجينة، لكن أنا بس هكمل الوصفة وبعد كده هكمل بقية العجينة تاني. فاضل عندي تقريبا النص أو أقل من النص، حاجة بسيطة. هنا هعمل الشربات بتاعي اللي هو هيحتاج مني كوباية ونص من السكر وعليهم كوبايتين من المية. طبعا في ناس بتعمل الشربات كوباية ونص مية كوباية ونص سكر، لكن أنا بالنسبة لي بحب السكر المظبوط أو أقل من المظبوط شوية. اللي حابب سكر زايد أو مظبوط أو فوق المظبوط يحط كل معلقة عليها، كل كوباية عليها كوبايتين. وفي ناس بتعمل الشربات كوباية من المية على كوبايتين من السكر، كل واحد على حسب ما هو عايز إيه. لكن الشربات بتاعي ده بيطلع مظبوط بالظبط أو أقل من مظبوط، حاجة بسيطة. هنا هنعمل الكريم شانتيه بتاعنا. هنحتاج معانا تلج، ولازم يكون تلج. وهنحتاج معانا نص كوباية من السكر، وهنحط عليهم كمان كوباية من الكريم جانتيه. هنا هنقلب ده كله كويس مع بعضه. اهم حاجة ما نخليش سرعة الخلاط عالية قوي، لان لو سرعة الخلاط عالية قوي مش هيشد معايا كريم جانتيه. اهم هخليه على سرعة خفيفة الاول. شايفين لو التلج برضك بتاعي مش ساقع او مش متلج جدا برضك مش هتظبط معايا. اهم حاجة تبقى متلج جدا. هوريكم القوام بتاعه عامل ازاي. هتحاولوا ان انتوا تنزلوه، مش هينزل لان القوام بتاعه ما شاء الله جديد، لازم ينزل بمعلقة كده. شايفين القوام بتاعه
ده ينفع للتورت والجاتوهات، ولكن بيتعمل بطريقة تانية. هنا طبعا هنعمل اكتر من لون. طبعا ده اللون الاولاني اخدنا منه شويه اللي هو اللون الابيض. اللون التاني طبعا اخدنا من الابيض 3/4 الكميه ابيض، وربع الكميه هنضيف عليهم 5 معالق من الكاكاو، ونقلبهم كويس في الخلاط عشان يطلع معانا بالشوكولاته. وهنا ده طبعا كان اللون التاني، يبقى كده عندي ابيض وكده عندي بالشوكولاته. شايفين شكله عامل ازاي؟ وطعمه على فكره بالشوكولاته جميل. ده الشوكولاته. هنا هنحتاج معانا لون طعام أحمر، وده كانت النتيجة بتاعته النهائية. حطيت طبعا شوية من اللون الأبيض أو كريم جانتيه الأبيض، وبعد كده ضفت عليه اللون الأحمر ودي كانت النتيجة بتاعته. وحطيت لون من لون الطعام الأصفر وحطيت عليه كريم جانتيه في اللون الأبيض، لون أبيض، وهحط عليه لون طعام أصفر. طبعا دي كريم جانتيه ولون طعام أصفر، وهقلب ده كله مع بعضه. وده طبعا كان الشكل النهائي للون التالت. يبقى احنا أصبح عندنا 4 ألوان. اللون الرابع اللي هو الأبيض اللي خليته زي ما هو لون أبيض، ده طبعا اللون الرابع. هبدأ أشكل الحاجات بتاعتي دي بالمكسرات، بالشوكولاتة، بالألوان اللي أنا محتاجها. حاجات كده تفتح النفس ومنها يحبوها أولادنا، هيشكلوا عليها من حلاوتها ومن جمالها. ولكن أهم حاجة لون الطعام ما نكترش منه. هنا أنا عندي زبيب وعندي جوز هند وعندي شوية لوز، عندي شوكولاتة. هنشوف إيه اللي هيمشي معانا، وهنحاول نشكل على قد ما نقدر أو على حسب ما احنا حابين. هوريكم تقفيلات بتاعت القطايف. طبعا معظمنا بيقفلها نفس التقفيلة اللي أنا هقولها لكم دي، ولكن التقفيلة ديت أنا شايفها صعبة شوية على ستات البيوت. أنا عندي لهم اقتراح وتقفيلة أحسن من كده هعملها معاكم، ولو عجبتكم ولقيتوها سهلة معاكم ابدأوا نفذوها. ليه احنا ما نقفلش القطايف النص، مثلا نص الكمية أو نص الرغيف القطايف نفسه نقفله، وبعد كده ننزل الحشو بتاعنا مثلا من فوق، وبعد كده نقفل تاني. هوريلكوا ازاي انا ممكن اقفلها بطريقة احسن من ديت، وتبقى اسهل من دي كمان، تبقى معايا بسيطة وممتازة. تطلع معايا التقفيلة اصلا حلوة خالص ومريحة. شايفين لون القطايف عامل ازاي؟ احنا كلنا في بيوتنا بنقفل التقفيلة دي، ولكن أنا هنا هستعمل تقفيلة تانية جديدة طلعت معايا حلوة قوي، وفي نفس الوقت ما خدتش مني وقت نهائي، لان كده كده بكون اوريدي مقفل نص الرغيف زي ما انتم شايفين كده. اقفل كده الاول، اهم حاجة اتك عليها الزقها كويس. هنا طبعا قفلت النص بتاعها، احاول انزل كده بالراحة لغاية لما تنزل الكمية، عشان لما اجي اقفل معايا تبقى سهلة معايا في التقفيل. شايفين؟ خدتش مني وقت نهائي زي التانيين. طبعا التانيين أنا حاولت ان انا اعمل لكم التانيين عشان اعرفكم انتوا ازاي بتقفلوهم وازاي انا بقفل دي طبعا بقفلها كويس. ولكن اهم حاجه خلي الفتحه اللي انا هنزل منها الحشو بتاعي ما تكونش صغيره قوي، بحيث ان الحشو ينزل معايا مستريح برضه، ما يبقاش نصها فاضي ونصها مليان. طبعا انا خلصت الكميه الاولانيه، هبدا احشي من الالوان بتاعتي والكريم جانتيه اللي عندي، واضيف شوكولاته واضيف لوز، وابدا اظبط الدنيا. طبعا الاطفال الصغيرين بيحب الحاجات ديت اكتر من الحشوات التانية زي المقليه في الزيت، وما هيحب ده اكتر وطعمها طالع جميل. أو نقدر بقى نضيف عليها حاجات تانية، حتى الألوان دي نقدر نغيرها، ممكن نقدر نضيف عليها أي حاجة تانية حابينها. شايفين ده كده طريقة، ونضيف عليها شوية شوكولاتة. ده طريقة تانية حابين نحط عليها لوز، جوز هند، زي ما احنا حابين نحط، مش شرط حاجة معينة، أي حاجة ممكن تمشي معانا. أنا بوريكم بس أكتر من كام طريقة وأكتر من شكل، ويطلع معانا أشكال كلها حلوة ومختلفة، طعمها حلو برضه في الآخر جدا. واللي حابب طبعا يعمل الطرق بتاعته كلها اللي هي الطرق العادية اللي انتم متعودين عليها، اللي هي جوز هند وسوداني وزبيب ويحشي ويقلي في الزيت، ده متاح وده متاح. انا مجرد بس ان انا اديتكم افكار، وانتوا اللي انتوا شايفينه هيمشي معاكم اكتر ممكن تعملوه.
أنا حبيت بدل ما نعمل الطرق العادية اللي إحنا متعودين عليها واللي إحنا دايمًا بنعملها كل سنة، حبيت نجدد معاكم ونوريكم طرق مختلفة. هنا ممكن نحط لوز زي ما أنا حطيت كده عليهم مع شوية شوكولاتة. أكتر من كام طريقة وأكتر من كام شكل ممكن يمشوا معاكم. شايفين شكل الجمال والحلاوة؟ وطعمها خرافة، مش شكل بس، شكل وطعم جميل. هنا طبعًا أكتر من كام لون، كريم جانتيه اللي هو الأبيض، أصفر، برتقاني، رصاصي، الشوكولاتة. أكتر من كام لون، انتوا الألوان اللي هتمشي معاكم واللي هتلاقوها مميزة معاكم واللي هتحبوها أكتر. كلهم حلوين، كل واحدة فيهم بطعم مختلف. شايفين متماسك عامل ازاي؟ متماسك يعني الكريم جانتيه. هنا طبعا هقلي الكمية اللي أنا عملتها، اللي هي المفروض اللي هتنزل في الزيت. أنا عملت تقريبا حوالي 10 هنزلهم في الزيت، هوريكم 5 طبعا منهم بس. هنا طبعا هنقلبهم من على الجنب ده ومن على الجنب ده ياخدوا اللون اللي احنا عايزينه. طبعا احنا الشربات بتاعنا جاهز، هنفضي عليهم شوية الشربات وهنقدم، وهيبقى موضوعنا سهل خالص، مفيش فيه أي افتكاسات. أنا مجرد بس إن أنا بوريكم أفكار وأنتوا بناء على الأفكار تعملوا اللي يمشي معاكم أكتر واللي تبقوا حابينه. لازم كل سنة إن شاء الله نحاول نجدد في وصفاتنا ونحاول نغير فيها. مش معقولة كل سنة هنعمل نفس الوصفات بنفس الطرق، عشان نحس فعلا إن في رمضان جديد دخل علينا. كل سنة وأنتم طيبين. هنا طبعا الشربات بتاعي عملناه مع بعض، مجرد بس احنا رفعناه على النار. طبعا بندوب كمية السكر في المية ومع عصرة الليمونة ونرفعه مع النار يغلي لغاية لما يغلي معانا، وبعد كده نطفي عليه النار ونسيبه يبرد. بسم الله ما شاء الله، سواء الوصفة دي أو الوصفة دي تحفة. ولكن طبعا الوصفة بتاعت القلي في الزيت طبعا